مساء الخير عليكم او صباح الخير. انا مش عارفه اقول لكم ايه. احنا الظهر دلوقتي وبنعمل غدانا. وحشتوني من الفيديو اللي فات عشان أنا نسيت اقولها. دي يا ستي معايا. فدلوقتي تعالوا نشوف احنا نعمل حاجه النهارده مختلفه جديده، واراهنكم ان حد اصلا عملها قبل كده. تمام. فانا عايزه اقول لكم ان هي اصلا ماما ما كلتهاش قبل كده، كنت بعملها وانا اللي باكلها، هي كانتش بتاكلها. فاقنعتها النهارده ان هي تاكل منها. مش عارفه بنتي بتصفر ليه. اعمل ايه بس؟ ما انت اقنعتيني بحاجات كتير. اقنعتك صح؟ ايه رايك؟ يعني ممتازه في الاقناع. ما انا عارفه. اي خدمه معاك. يلا بينا ونشوف هنعمله ايه. جايبين هنا ب 2 جنيه وربع ولا ب 2 جنيه الا ربع لحمه. بصوا يا جماعه، انا جايبه لحمه اللي هي متقطعه شرايح اهي. هتشوشي لي البرطمان ده. اهي شايفينها عامله ازاي؟ اهي واضحه. تمام. ومعايا سمنه ومعايا فلفل. ده الوصفه بتاعتها مؤقته. قد ايه يا احمد؟ ربع كيلو؟ ده ربع كيلو، لان انا هعمل بطاطستين صغيرين خالص على قد طبق صغنون قد كده اهو. فاللحمه دي هتبقى كتيره في قلب الطبق، يعني عايزه اقول لكم ان هي هتبقى ياما، ان هي بترمي ياما. فانا دلوقتي هي الاكله دي بتتعمل على مرتين تقريبا، فانا هعمل اول طريقه، هي دي مقادير اول جزء منها. فيلا بينا عشان الحله بتاعتنا سخنت. انا هنا معايا ماما، فين المعلقه الضخمه قوي بتاعتي دي؟ ايوه هي دي. ماما معاها مغرفه مش معلقه. هنحطه هنا حته سمنه بلدي. طبعا بص، بلدي مش مهم، اي حته سمنه مثلا، في سمنه نباتي ماشي، زيت ماشي، بس انا ما بفضلش الزيت يعني. اللي عنده اي حاجه يشتغل بيها. ايوه انا قلت يعني اللي عنده يعمل. نحط حته كمان. عايزه اقول لكم اصلا الاكله دي من اختراعي يا كوتش. انك مخترعه. طبعا. انت شكلك ايه؟ ما انا عارفه. لا عارفه كان في برنامج زمان او حاجه زي كده اسمه المخترع الصغير او أيوة. حاجه زي كده، ده بقى الشيف الصغير. لا عايزين حته سمنه كمان وهكفي دي. بصي كده يا ماما، حطي حته كمان. حطي حته حطي كمان. حته كمان عشان مش عايزاه بس، عشان هنحط سمنه تاني. بس انا ليه؟ ما هي سميتها هي فيها بقى. لا خلاص يبقى كفايه كده. تمام. حطوا بقى اللحمه بتاعتنا. بصوا احنا غسلناها وحطيناها في مصفى تتصفى كويس قوي. طلعت النعم. اللحمه لزقت. ممكن زيت عليها كده. ايوه ما هي الحل. بقولك زيت. دي هي سمنه. شفتي؟ مش انا لوحدي بس اللي بتلخبط. ايوه عشان تقعد تريق عليا. تمام. نعلو بقى النار بتاعتنا كده شويه. عارفين يا جماعه هقول لكم على حاجه. لما انتوا بتعودوا عيالكم يخشوا المطبخ من صغرهم، والله تلاقيهم يخترعوا. ايه ده؟ اللحمه بورقها؟ ايه دي؟ العيل بيطلع حابب المطبخ، حابب الاكل، حابب انه مش حابب ان هو يدفس، يعني يتذوق الاكل. بيبقى ليه تذوق. بيخترع ممكن احط ايه على ايه يبقى طعمه حلو، او اجرب، او نفسي جايباني ان انا اعمل كده فبعمله. حتى لو كان ولد. ده في خلي بالك صبيان ياكلوا لك الحاجه دي ناقصه الشيء الفلاني، او دي بتحط فيها كده الشيء الفلاني. انا كمان امي عودتني من صغري. هقول لكم على موقف حصل مره برضه. هو حاجتين، يعني انا من دائي ان انا ببقى ماشيه في الشارع اشم كده حاجه، مثلا الحاجه دي الشيء الفلاني، دي حاجه. الحاجه التانيه مره كنت عند ناس فدخلت بقول لهم دي ريحه كمون. قالوا لي كمون؟ احنا ما استعملناش الكمون في حاجه. فقلت يمكن جايز. دخلت وقعدت وبتاع وحضروا الاكل وبتاع، كنت بتغدى عندهم فكانوا عاملين عصبان. دوت اول قطمه ده فيها كمون. قلت لهم انتوا حاطين كمون في العصبان؟ لا ما حطيناش كمون في العصبان، مفيش كمون في العصبان.
اكل تاني قطمه، لا العصبان ده فيه كمون. فين؟ صحيح، ده احنا حطينا كمون واحنا كنا ناسيين. صح، كان فيه كمون. ليه؟ اتعودت من صغري على الاكل، اتذوق الاكل، اشوف ده طعمه ايه، ده ناقصه ايه، ده مش كده. فلما بتاكلي مثلا في اي مطعم او في اي حته تبقي عارفه. ممكن يعني مثلا هقول لك برضه على حاجه، يعني مثلا لما باجي اسافر او كده وباكل مثلا اكله او اي حاجه في مطعم، برضه موقف حصل. كنت في مره في الشيراتون بتاع شرم، وكانوا عاملين شوربه سي فود بالكريمه والكلام ده كله، فدقتها. في ناس بتعملها بالكريمه، في ناس بتعملها زي بخلطه البشاميل كده. المهم فتذوقتها. لما روحت البيت بس رجعت بقى بيتي، حبيت اعملها. دي كريمه، دي مش كريمه. جبت الكريمه عملتها، لا مش هي، مش نفس التيست اللي انا دقته. ها بدات افكر هي جايه منين. لقيتهم في الاخر خالص بعد بقى وصلت بقى للتيست اللي انا فعلا دقته، كان عباره عن صوص ابيض زي البشاميل يعني، او بشاميل معمول ومحطوط عليه مرقه دجاج في الاخر. ايوه بيعملوها كده، الكريمه الكذابه بيقولوا عليها. ما انا اقصد اوصل لهم لكده يعني. مش ما يعني انا في الاول خالص تصورت مش معقوله ان فندق كبير كده هيعمل سي فود من غير كريمه. فلا هي اكيد كريمه. جبت الكريمه، لا مش نفس الطعم. بدات ان انا افكر ايه لحد ما وصلت لنفس الطعم اللي انا عايزاه. عايزه فلفل، هنحطه بقى شعره فلفل اسمر كده. سلام على الريحه. واصلاكي يا ماما الريحه؟ انت كمان واصلاكي الريحه؟ اي والله. لا بقى ماما هتاخدي الريحه مني والله. ايه ده؟ بصوا احنا لا نحطوا بصل ولا نحطوا حاجه. هي اللحمه شوحناها كده في الصوص بتاعها اهي. شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ هنسويها اكتر من كده شويه. نجهز بقى معانا حاجه فيها ميه. نجيبوا نحطوا في ميه. تعودوا اولادكم ما تخافوش عليهم. تمام. حطوا بقى الميه بتاعتنا. شايفين بقى الصوص بتاعها بقى عامل ازاي؟ طبعا هنزودوا الميه لحد ما يعني تستوي كده، تخش في السوا. لا عايزه حبه تاني. بس كده تمام. طبعا مش هنحطه بقى ملح دلوقتي، لان طبعا انتوا فاهمين ان اللحمه ما بتحطلهاش الملح في الاول عشان ما توقفش كده وتبقى بتبقى ناشفه. تمام. فاحنا هنسيبها تستوي خالص لحد ما تستوي، وهنشوفوا بقى التكه التانيه هنعملها هي ايه. دلوقتي حبايب قلبي طبعا اللحمه بتاعتنا بصوا منظرها اهي بدات تستوي وتخش في السوا خلاص. هي تعتبر استوت. بصوا اتهرت اساسا. تمام. معانا هنا طماطمايه متخرطه تخريط كده هنحطوها فيها اهي. انا هحطهاش في الاول عشان ما تتهريش، مش عايزاها مهريه قوي اهي. تمام. عقبال بقى ما نجهز بقيه الوصفه بتاعتنا. يلا بينا. معانا في الوصفه بتاعتنا؟ معانا بصل، معايا سمنه، معايا مكعبين مرقه، تمام، ومعايا البطاطس بتاعتنا. ماشي. يلا بينا نخرطها. ومعايا النسكافيه بتاعي. شايفينه؟ تاخدوا بق حلو والله. طب براحتكم. بصوا انا عزمت عليكم وانتوا اللي قلتوا لا. براحتكم. تاخدي حبه يا ماما؟ لا ما بحبوش. ما انا عارفه انت مش كده بعزمك. تمام. هنخرط بقى. بصوا البطاطس بتاعتنا مكعبات. شايفين اهي كده مكعبات. مش عايزينها كبيره قوي ولا صغيره قوي. اهي. تغيير والله يا جماعه، احسن فعلا الواحد زهق من الاكل. ولا يا ماما؟ لا بلاش دي. ليه؟ مش بتفائل بيها. طب هقولك لا ما زهقتش من الاكل. هقولك ايه طيب؟
ايه مش بقى ما تقولي انا زهقت انا مش كنت بتعملي كده اه انت وخبط في الارض. بتدبدبي كمان في الارض. ايوه عليكي بصي بقى سيبك انا نروح الشغل تقعدي تعملي حاجات غريبه يا ماما. قلت لك بلاش الكلام ده. عايزه اقول لكم الواحد بيبقى اصلا نازل الشغل بيبقى صعبان عليه ان انا اسيب ماما. انا ساعات بقعد اقول لهم فين روحوني لامي. ايه المفعوصه دي؟ جت منين المفعوصه دي؟ انت جاتش منين انت؟ مش بترضي عليا يا ماما. ينفع كده؟ ماما نعم. مش هتفسحيني يا ماما؟ الشهر الجاي، شهرين كمان. يا سلام. وانا لازم استنى شهرين؟ مش اللي جاي 7؟ الشهر الجاي؟ احنا في كام؟ احنا في 6. اللي جاي 7. ده ايه ده؟ 10/9 ان شاء الله. عشان استنى ايه ده؟ استنى قد ايه؟ بس هيكون كبير خالص يا شيخة. عشان تجيبي الحلق لا ما تقوليش بقى، انت عارفه. انا عارفه. لا ما اعرفش. انت عارفه. انت عارفه. تعالى هطلع عينك. هدلقك في البسين. هغرقك. طب انت مش عارفه ان اللي انت بتعمليه في البسين ده غلط؟ ايه اللي غلط بعمله؟ تقولي لي غرقك؟ تقعدي بقى تطبشي ميه على الناس؟ لا برش انت ميه. نفسك بتضايقي الناس. انا ما برشش ميه على الناس، مين اللي برش ميه على الناس؟ انت بتقولي هو هغرقك. اللي بتضايق منه ما احبش اعمله للناس. ليه هو انا يعني ايه مش عارف، مش فاهمه يعني؟ لا انت فاهمه. طيب انت بتعمليش كده بس انت ناويه اهو بتستحلفي لي. لا. مش في بتستحلفي. حد متحضر يقعد يرش ميه على الناس؟ لا مش متحضرين. العب وهزر وكل حاجه بس ما تضايقش الناس الموجوده. صراحه بيبقى تصرف رخم بصراحه. حقي في ايه؟ استنوا بقى. استنوا بقى. بقى حطوا المرقه. بقى 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 ايه تك وايه بقى وايه. انتوا طلعتوا عليا سمعه زباله بصراحه. ادي كده نحط مكعبين المرقه بتوعنا. تصدق انا مش هاكلك من الاكله الحلوه بتاعتي دي اللي انا عماله اعملها من الصبح. تعبه نفسي من الصبح وبعمل لك اكل. ايوه بقى يا سيدي يا سيدي يا معلم. معانا بقى هنا ايه؟ طاسه. غسلتي بطاطس؟ حط عليها ميه. ماما هتجيبي لي مايو طيب؟ عندك مايو؟ وانا عايزه واحد جديد. لا عندك. انا كل سنه هجيب مايو ولا ايه؟ ليه ان شاء الله. يلا وانا خلصت برطمان السمنه. ايه يا مامي خلاص ادم يا ماما. عايزه جزمه بحر تانية يا ماما. لا عندك اسم البحر. مش حلوه. لا عندك خلاص. ادمت. ماشي حال. لا ادمت. هاتشيلي واحده جديده. ادت من اسبوع بتلبسيها فيه لكل مش 4 ايام عمي دول. 4 ايام. يا مفتريه دول 4 ايام منهم يوم رايح ويوم جاي ماضيين في الوضوء. طيب يعني ما حدش تلبسيها السنه اللي فاتت بالذات ما لبستيهاش. لا ما لبستهاش فعلا شلتها على الفاضي السنه اللي فاتت. طب هتجيبي لي عوامه؟ ربنا يسهل. بصي يا ماما عشان احنا بصي انت امي وانا فاهماكي. كلمه ربنا يسهل بتاعتك دي ببقى عارفه انها زحلقه. عايزه اقول لكم بقى ريحه السمنه البلدي تحفه. والكاكاو والنسكافيه تحفه. يا سلام. عايزه اقول لكم متعتش في الحياه حقيقي. وعايزه اقول لكم كم المعاناه اللي امي بتعانيها من كل يوم شرب النسكافيه ده. يا بنتي هيتعب لك معدتك، يا بنتي هيوقع لك جنابك، يا ماما مفيش. الحاجه الوحيده بصي عايزه اقول لك على حاجه ماما بجد. انت زمان كنتي ما بتنزليش البسين صح؟
خليتك تنزلي البسين. اه. ان زمان ما كنتش بتحبي تطلعي بره البيت، سافرتك لغايه شرم والاقصر واسوان. شوفي يعني تاثيري عليكي كان جامد في حاجات كتير. امي كان عندها قواعد لا يمكن انا لا ده لا كده اعمل لي كده. تمام. الحاجه الوحيده الاكل ده اللي انا بعمله ده، عايزه اقول لكم ان هي ما كانتش بتاكل برضه، تاثيري عليها بدات تاكل الا حاجه واحده، النسكافيه. نفسي اخليها تشرب قهوه ولا نسكافيه، او تاكل كيكه بالقهوه، او تاكل اي حاجه ابدا. دي بقى اللي مش عارفه اغيرها لها. يعني انت باصه للقهوه، انا ما باكلش رز بلبن، ما باكلش المهلبيه، ما باكلش الحاجات الطريه دي. انت ما بتاكليش حاجات ياما ولا الفراوله ولا الفراولة. انت في حاجات ياما ما بتاكليهاش. اديني مانجا. لا لسه ما نزلتش. تصدقي المانجا الحاجه الوحيده اللي ما بنحطهاش في الفنادق، عشان عارفين ان اول ناس ما هتشوفها هتقول ايه مانجا. ليه؟ لما احنا لما كنا في مطروح واجب الضيافه حطوا لنا مانجا. لا يا حبيبتي، هم حطولك مانجا عشان هو حاطط لك طبق فاكهه في الاوضه. طيب ما بقولش لا انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم في البوفيه مفتوح. لا، ما اصل لو حطوا مانجا في البوفيه مش هيلاقوها. مفتوح مش هيخلوها الناس. هيلاقوها. الشعب المصري. بصوا احنا مش عايزين نحمر البصله قوي، يعني احنا هنديها ايه حاجه بسيطه كده. تمام. ننزل بقى بالبطاطس. نهدي النار شويه. روايحك يا ايه؟ ايه رايك؟ تحفه. لا خليها طعمها حلو قوي هتعجبك. والسمنه البلدي يا ايه؟ بلاتشي يوكل بلاتشي. ايوه بقى يا سيدي. على فكره اللي عايز يحط بصل يحط، عارفه كنت بعملها من غير بصل تبقى تطلع برضه تحفه. اللي عايز يحط برضه قرن فلفل كده برضه حلوه مش وحشه. نحمر كده ايه البطاطس بحيث ان احنا ما تنزلش النشا بتاعها كله في الشوربه دي، يبقى ايه مش عارفه اوصلها للناس. انت عارفه ما عايزه اقول ايه؟ انت بتقفلي المسام بتاعتها فبتنزلش ايوه زي فكره المكرونه ما بتحمريها والرز والحاجات دي. ايوه الله ينور عليكي، شطوره ما فهمتيني. كل ام بتفهم معاييرها صح كده. تديها صدمه. لا حرام، ما بحبش ادي حد صدمه، لا حرام. انا اللي فضلت اخد في صدمات لحد ما جبتش نحست. خلاص بقى كفايه كده. حلو قوي كده، مش حد كمان بلاط الصدمه حرام يعني تدعي عليا. والبصل بيطير اعطيكي جوانح. النسكافيه الله. طلع معسل. الله ريحتها حلوه. كنت شغلت الشفاط عشان الريحه تطلع للجيران بره. ماما هي مش كتير يعني، مش هنقعد نقلب فيها كتير. لا راحت فين؟ عيب كده. اسخن البوتاجاز لمامي. عيش بقى يا مامي. حبيت. ايوه بقى يا سيدي. نشرب نسكافيه. مين ده اللي ماسكه فيه؟ مش عارفه. انت ماسكه في مين يا ماما؟ بس بقى كفايه كده. برضه ايه مش عايزينها تغمق قوي. تمام. يلا بينا. بسم الله.
اللي في الطاسه. ايوه ده السمنه البلدي لازم كله ينزل. يا سلام بقى لو كان عندكم حته ليا. عايزه اقول لكم احنا خلاص بقى داخلين مقربين على العيد الكبير، فطبعا الليا عندنا شطبت، احنا بنحب نشتريها، نشتري ليا كده اهي. بصوا بقى كده هسيبها تستوي اهي مع نفسها بقى، مع نفسك. ها تمام. يلا بينا بقى نعمل الرز بتاعنا. اعمله في الكسرونه اللي فوق ده اهو. دي ما عندك الحله تحت. اعمليه في الحله. حطوا الميه في الحله. طيب معانا الرز. انا مش هحمره، انا هحمره على طول. ماشي اوكي. ادي الرز هعمله كده على طول ني في ني. ايوه بقى حطوا الميه بقى. الرز المصري ده، البلد العربيه فيها رز مصري ولا او كلهم بياكلوا رز بسمتي؟ معرفش، اكيد بيصدروا لهم رز. ايه ده؟ معقول هم اصلا ما بيعملوش؟ ما بيزرعوهوش؟ لا يا شيخ احنا بس اللي بنزرعوه. ما ولعتش النار اساسا. بس انا بولع النار بقى. ايوه بقى كده. فكرة هو ايه الميه؟ مش عايزه ميه كتير على فكره. لا هو كفايه كده. ايه يا ماما كفايه كده ميه؟ حلو كده. حلو كده. نحط شويه زيت اهي. كفايه. نحط. الله الريحه طالعه جميله، ايه رايك؟ تمام. شعرة ملح. معرفش. ايوه شعرة. ما دي الشعرة بتاعت شعرة بس تخينه شويه. تمام. طبعا احنا هنسيب البطاطس تستوي ونسيب الرز برضه يغلي وبعد كده هنوطش عليه. بس في حاجه بقى انا عايزه اسالكم سؤال. في ناس بتيجي تكتب لي في الكومنتات ارقام، فيا ريت لو تفهموني ايه موضوع الارقام ده. 57 و99 و88 ايه الارقام؟ انا مش فاهماها. فانا عايزه حد لو يوضح لي ايه موضوع الارقام اللي بتبقى في الكومنتات دي، وليه مثلا يعني مثلا لو انا مثلا بقول 100 في 100 لايك، ليه ما اصلا ما بقولش 100 لايك؟ ليه ايه الميزه مثلا 59 لايك؟ ليه ايه مغزى الارقام دي؟ عشان انا عايزه افهم. فيا ريت لو تفهموني وتكتبوا لي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. وطبعا هسوي بقى الاكل واستناكم على السفره ونكمل كوبايه النسكافيه. وده حبايب قلبي منظر سفرتنا. ادي الرز اهو، وادي البطاطس بتاعتنا باللحمه. عايزه اقول لكم اللحمه اتهرت، بقت لحمه مفرومه. ده دليل على ان اللحمه بتاعتنا كانت حلوه وطريه الحمد لله. وادي المخلل بتاعنا، وادي البيبسي. ودي كانت سفرتي النهارده. وبألف هنا وشفا. يا ريت بجد لو تجربوا الوصفه هتعجبكم جدا جدا، وطعمها مختلف وحاجه جديده تكسر القاعده اللي احنا فيها. حاجه بسيطه بس يعني هتغير معانا، وممكن تعملوها في اخر الشهر، مش محتاجه لحمه كتير او بتكلفه كبيره. وبألف هنا وشفا عليكم. ويا ريت لو تجربوا الوصفه وتكتبوا لي في الكومنتات اللي يجربها. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. ويا ريت لو تفعلوا الجرس والاعجاب. تمام. وكان معاكم آية محمود. ويلا باي. هروح اكل بقى الطبق بتاعي. باي.